للأسف الشديد رحل عن عالمنا منذ ساعة تقريبا الكاتب الصحفي الكبير صلاح عيسى بعد صراع طويل مع المرض. الحقيقة أن الكاتب الكبير دخل في غيبوبة خلال الساعات الأخيرة وتوفي بعدها على الفور. رحل صلاح عيسى من مواليد 14 أكتوبر عام 1939، ولد بإحدى قرى مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وعمل بجريدة الجمهورية أوائل السبعينات تقريبا من القرن الماضي، وشارك كمان في تأسيس وإدارة عدد كبير من الصحف والمجلات، منها على سبيل المثال وليس الحصر الكتاب، الثقافة الوطنية، الأهالي، اليسار، وكمان القاهرة. أصدر الكاتب الراحل أيضا عدد كبير من الكتب، بأولها كان الثورة العربية كان عام 1979، وأتبعه عدد كبير من المؤلفات في الأدب والتاريخ والفكر السياسي، منها مثقفون وعسكر، دستور في صندوق القمامة، حكايات من دفتر الوطن، رجال ريا وسكينة، شاعر تجدير الأمن العام، وغيرها الكثير. إذا فقدنا كاتب عظيم، حمل قلم عظيم، وكان عندما يتحدث حتى ولو في حوار تلفزيوني الحقيقة كان بيشكل إضافة كبيرة. وفي الفترة الأخيرة كان عدد كبير جدا من الصحفيين بيأكدوا أنه مريض جدا، وكان في حالة كبيرة من الود والخوف والقلق من عدد كبير من الصحفيين اللي اتربوا وتعلموا على ايديه. كمان وزير الثقافة حلمي النمنم كان بيزوره من حين لآخر وباستمرار للإطمئنان طبعا على الراحل صلاح عيسى. الحقيقة مهما قلنا في حقه عمرنا ما هنوفيه، لكن بفقدانه خلينا أقول لكم فقدنا بالفعل ألم كان بينطق بالحق ويخشى قول أي كلمة تسيء للوطن. للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزيز.